السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. يا ترى وحشتكم ولا عادي؟ بس انتوا وحشتوني جدا بجد. يا رب تكونوا كويسين كلكم وبخير وسعادة. عايزة أسألكم سؤال. هو ليه الأهلي ناجح؟ ليه الأهلي أكبر نادي في مصر وأكبر نادي في أفريقيا؟ ليه الأهلي معروف عالميا، مشرفنا في كل مكان وفي كل المحافل سواء في مصر أو في أفريقيا أو في العالم؟ ليه؟ هل يا ترى سألتوا نفسكم السؤال ده قبل كده؟ ده أنا بسأل السؤال ده للأهلاوية. هل مثلا لأن كل إداراته كانت ناجحة ومتنقية بعناية وناس عارفة يعني إيه تدير؟ أو علشان مثلا عنده موارد وعنده فلوس ونادي يعتبر غني وعنده موارد كتير بيدخله دخل كويس؟ أو عشان اللي حواليه فاشلين؟ أنا بقول لك لأ، دي وجهة نظري. ولا حاجة من دول صح. ليه؟ أولا كان في إدارة صارمة وحازمة، وكانت إدارة صعبة جدا وقراراتها صعبة جدا وكانت عندها شدة وقوة وحزم، ونجحت مع النادي الأهلي والنادي الأهلي نجح. وكان في إدارة كيوت وناس كده بتتعامل بحب وشياكة وناس كده تحس إن هم من أيام الزمن الجميل، ونجحت جدا برضو مع النادي الأهلي. وكان في إدارة بيزنس ورجال أعمال وناس كل تفكيرهم في اقتصاد وفلوس وكده، وبرضه نجحوا مع النادي الأهلي. والإدارة الحالية مثلا كابتن محمود الخطيب راجل متحضر جدا، راجل هادي جدا، راجل كل قراراته باتزان وبعقل وحاجة كده في منتهى الشياكة، وبرضه نجح مع النادي الأهلي. هقول لكم ليه كل الناس دي بتنجح. لأن الأهلي هو اللي بينجحهم. الأهلي بينجح لعيبة، بينجح مدربين، بينجح إدارات، علشان الأهلي ليه سيستم، ليه نظام ماشي عليه، ليه خريطة. كل اللي بيجي بيشتغل على سيستم الأهلي، على الخريطة اللي راسمها الأهلي لنفسه لمدة سنين جاية. أي إدارة بتيجي بتعمل إيه؟ بتشتغل من عند النقطة اللي وقفت عندها الإدارة اللي سبقتها. ليه؟ بيكملوا بعض، محدش بيهد اللي سبقه، محدش بيمحي تاريخه، محدش بيقول ده كان وكان وسايب لي تركة وسايب لي بلاوي، لا مفيش الكلام ده. كله بيمشي على السيستم، كله بيمشي على النظام، كله بيكمل بعضه، وهو ده سر نجاح الأهلي. في أندية كتير معاها فلوس لكن للأسف فاشلة، وفي أندية عندها إدارات ناس كويسين جدا وناس لعبوا كورة وناس مخهم في الإدارة كويس جدا وبرضه فاشلة. ليه؟ مفيش خطة، مفيش نظام. سر نجاح الأهلي في الخطة وفي النظام اللي حطه لنفسه وماشي عليه. وأي حد بيدخل نادي الأهلي بيعرف يتأقلم على النظام ده وبيمشي على طريقة النادي الأهلي بينجح جدا، واللي ما بيعرفش ما بيكملش، وده سر النجاح. كما أنت كبير يا أهلي. النهارده اعلنت القائمه بتاعت المنتخب واللي تعتبر يعني شبه نهائيه. كان في اكتر من قائمه ظهرت قبل كده لكن ما كانتش يعني موثوق منها، كان في حاجات مش صحيحه، لكن النهارده تعتبر اللي هي شبه رسميه. بتضم 25 لعيب، في منهم 10 لعيبه من النادي الاهلي. مش بس 10 لعيبه، لا ده 10 لعيبه يعتبروا من القوام الاساسي للفريق، لو استثنينا مثلا لاعب او اتنين. يعني ايه؟ يعني ايه كابتن حسام الاهلي هيحارب لوحده؟ لكن ده قدر لعيبه الاهلي وده قدر النادي الاهلي ان لعيبته يكونوا من القوام الاساسي للمنتخب. ولكن فهو فيه بس مشكله واحده، ان اللعيبه محتاجه ترتاح. كابتن حسام مصر على ان اللعيبه تتجمع بدري يومين او ثلاثه. ميعاد التجمع حسب الاجنده الدوليه يوم 3، وهو عايز اللعيبه تحضر يوم 28. يعني ما اعتقدش ان انت هتبقى عايز لعيب مش جاهز، لعيب مش جاهز نفسيا وبدنيا ومعنويا. لعيبة عايزة تغير جو الكورة، لعيبة مشحونة بقالها فترة كبيرة، مضغوط عليهم إعلاميا وتدريب وماتشات وبطولات وضغط نفسي وعصبي وعضلي. ما اعتقدش ان انت هتستفيد من وراهم حاجة. اليومين دول ممكن ما يفرقوش معاك كتير لان اللعيبة دي جاهزة، لكن هيفرقوا معاهم هم كتير جدا ان هم يرتاحوا ويقدروا ان هم يواصلوا حياتهم. فاتمنى ان كابتن حسام يكون متفاهم
ويقدر حاجة زي كده، ولاعيبة الأهلي تكون عندها فترة كافية إن هي ترتاح. عايزة بس أقول لكم على أسامي ال10 لعيبة اللي اختارهم كابتن حسام للمنتخب، وهم كابتن الشناوي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، محمد هاني، وياسر إبراهيم. يعني إحنا لو شلنا مثلا 2 لعيبة منهم وحطينا، طبعا هناخد حارس مرمى واحد بس وهنشيل لاعب من خط الوسط مثلا، ونحط كده معاهم بقى كابتن محمد صلاح واحمد فتوح ومصطفى محمد. خلاص كده الفرقة، خلاص كده المنتخب بقى تمام ومية مية. فبس نرجع نقول ده قدر لعيبة الأهلي. مفيش مشكلة خالص، ولعيبة الأهلي متعودة على كده، لكن احنا بنطالب بس بحاجة واحدة، ان هو يديهم فرصة انهم. بالمناسبة النهاردة كان في مباراة ما بين نادي الاتحاد ونادي الزمالك، وانتهت بفوز الزمالك في الدوري العام. عايزة بس اتكلم عن جمهور نادي الاتحاد. جمهور نادي الاتحاد جمهور غريب. النهارده بالمناسبة المباراة كانت حلوة جدا، لان كان فيها جمهور، والفرقتين كانوا ليهم جمهور، والجمهور كان متحمس كده. وانا بحب جدا الماتشات اللي هي فيها جماهير، بس يكونوا للفرقتين، يعني يكون في دويتو كده ما بين الجماهير في المدرجات، بتبقى حاجة جميلة جدا. بتخنق قوي من المباريات اللي هي بتبقى بين أندية شركات ومؤسسات، بتبقى عاملة زي المياتم كده، بتبقى قاعد مش عارف تودي وشك فين. عايزة أكلمكم بس شوية عن جمهور الاتحاد. جمهور الاتحاد عنده حب نادي الاتحاد ده، يعني عقيدة بجد، مش تشجيع. هو ممكن يكون بيشجع الأهلي، ممكن يكون في منهم بيشجع الزمالك، لكن هو بيحب نادي الاتحاد. بيشجع الاهلي او بيشجع الزمالك، لكن الاتحاد بالنسبه له حب. الاتحاد بالنسبه له طلع لقى نفسه بيحبه، يعني اتولد لقى نفسه بيحب الاتحاد، وابوه وخاله وعمه واخواته. وده جمهور الاتحاد. عنده مثلا زي ما طلع لقى نفسه مصري، طلع لقى نفسه مسلم، طلع لقى نفسه مسيحي، طلع لقى نفسه بيحب نادي الاتحاد. مش لازم يشجعه، بس هو بيحبه. لعب مثلا بيشجع الاهلي مثلا، والاهلي بيلعب مع الاتحاد، هو بيشجع الاتحاد حتى لو هو اهلاوي. الاهلي الزمالك والاتحاد بيلعبوا مع بعض، وهو بيشجع الزمالك، لكن هو في الوقت ده هو اتحداوي. جمهور مميز، يعني هو جمهور مختلف عن كل الجماهير المصرية. جمهور بيعرف يشجع، وفي نفس الوقت جمهور محترم. قليل جدا لما تلاقي جمهور الاتحاد يغضب او يزوم على اللعيبه، او مثلا يقول الفاظ او كده. ممكن مثلا تلاقي جمهور المصري ساعات بيتطور شويه، بيتعصب، ممكن يشتموا او كلام زي ده. جمهور الاتحاد لا، هو جمهور مميز عن باقي الجماهير المصريه بجد. وزي ما قلت لكم هو بيحب نادي الاتحاد. انا بتمنى التوفيق طبعا لنادي الاتحاد، وبتمنى التوفيق لكل الانديه الجماهيريه، اسماعيلي، مصري، اتحاد، محله. بتمنى لهم كلهم ان هم حالهم يتصلح، ونشوف كده المدرجات مليانة من الجماهير، ونشوفهم على منصات التتويج ان شاء الله، ونشوف ان كل المشاكل اللي عندهم اتحلت. انا بتمنى لهم من كل قلبي التوفيق. انا طولت عليكم النهارده قوي، بس عشان انتوا كنتوا وحشني، واشوفكم على الف خير، واحلى مسا عليكم.